السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ورمضان كريم مبارك عليكم كامل. عاودت وليت لكم بوصفة رمضانية ان شاء الله. راح نديرو خبزة قطايف سهلة سريعة كيما العادة، واكيد راح تكون بنينة. في البداية راح نحتاجو 500 غرام تقريبا تاع قطايف اللي يتباعو. بالنسبة للحشو نحتاجو كيلة تاع اللوز مرحي رقيق، وكيلة تاع الجوز مرحي مويا. نسحقو كمية تاع سمن بين 200 حتى 300 غرام. هنا عندنا للشربات نحتاجو كاس تاع السكر مع زوج كيسان تاع الماء، وفي الاخير نضيف عليهم شوية تاع المزهر. هنا عندنا شوية مكسرات للتزيين. نروح مباشرة لطريقة التحضير. الحاجة الأولى كيما راكم تشوفوا اخترت قطايف اللي يتباعوا تاع المحلات، وراح نرحيهم في الروبو تاعي. دونك بالنسبة للخبزة تاعي نحب القطايف يكونوا مرحيين هكذا باش في لاديكوب يعطونا شكل الشباب. دونك راح نرحيهم وتشوفوهم من بعد كيفاش الحجم اللي لازم يكون في الوصفات تاعنا. وهنا بعد ما رحيت القطايف تاوعي، هذا هو الحجم اللي راح نتحصل عليه، وهذا اللي راح يناسب الوصفات تاعي تاع نهار اليوم. نحط القطايف تاعي على جهة ونروح نوجد السيرو اللي راح نشرب به القطايف تاعنا. دونك السيرو تاعنا لازم يكون بارد في التقديم، والقطايف يكونوا سخونين. راح نحط في الكسرونة الكاس تاع السكر عادي مع زوج كيسان تاع الماء ونحطهم فوق النار. كما قلنا نحط الكسرونة تاعي فوق النار ونخليه حتى وين يغلي مليح. غير يبدا يغلي نحسب عليه 15 دقيقة. بعد ما تجوز 15 دقيقة نطفي عليه ونزيد عليه المصل. هنا لازم نحركو في البداية هداك السكر حتى وين يذوب، ما نخلوش هكذاك في لو فون تاع الكسرونة تاعنا راح يتكرمل ويغير لنا اللون تاع السيرو. هنا بعد ما جازت 15 دقيقة نحيها من فوق النار ونزيد عليها تقريبا فنجال تاع قهوة مزهر. نخلط مليح ونخلي السيرو تاعي في الطرف حتى وين يبرد، من بعد راح نستعملو في القطايف. نعاودو نولو الوصفة تاعنا، ونجيب القطايف تاعي ونروح ناخد كسرونة واحدة اخرى وندوب فيها الكمية تاع السمن. هنا السمن ضروري في هاد الوصفة باش ناخدو هداك اللون الشباب تاع القطايف، لازم يكون السمن. ندوبو ونبقى نزيد في القطايف حتى نحس بلي الورقات تاع القطايف ولا الحبات تاع القطايف كامل تشمخو مليح. هكذا نبقى نزيد بشوية ونخلط حتى وين كيما قلنا يتشمخو مليح بالسمن. هنا تقريبا تاخد لنا واحد 200 غرام فرطل تاع القطايف. فوالا هكذا الشكل تاع القطايف بعد ما عمرتهم مليح بالسمن. نروحو نحضرو مع بعض الحشو تاعنا اللي راح يكون سهل بزاف. انا اخترت كما قلت لكم اللوز مع الجوز. كما تقدروا تختاروا اي نوع مكسرات نتوما تحبوه ولا يحبوه افراد العائله تاعكم. لو حطينا المكسرات في الريسيبيون راح نزيد عليهم رشات تاع ماء الزهر، تقريبا 2 مغارف كبار هكذاك. فقط نخلطهم وتكون الحشوة تاعنا جاهزة. راح نخدم في هاد المول اللي راكو تشوفوا فيه على شكل هلال. كيما نقدروا نستعملوا اي مول يكون متوفر عندنا، سواء مدور سواء تاع الحديد سواء سيليكون كيما تحبوا. انا برك خيرت هاد الشكل باش يعطينا شكل شباب وتاني يتماشى مع هاد الشهر الفضيل. دونك راح نديرو كمية تاع القطايف اللي راهم معمرين بالسمن، ونديرو كطبقة أولى كيما راكو تشوفو ونوزعها على المول تاعي. ونحاول كيفاش نسوي لها السطح تاعها غير بشوية ما نضغطش بزاف هكذا. ونزيدو طبقة تانية اللي راح تكون الحشو تاعنا تاع المكسرات. قبل ما ندير الحشو راح نديرو رشة تاع مزهر. هذا المزهر اللي درناه راح يزيد لنا في البنة تاع القطايف تاعنا. ونحطو الحشو تاعنا كيما راكم تشوفوا غير بشويه. ونحاول كيفاش ما نديرش الحشو في الاطراف، ما رانيش حاب يبان لي كامل الحشو في الاطراف، وتاني باش ما ينحرقوش في الفرن. نديرو طبقه لاباس بها تاع الحشو، ومن بعد نزيدو نغطو بطبقه تانية تاع القطايف نغلقو عليها بهاد الطريقه.
هنا بعد ما عمرت المول تاعي كامل راح نديرو في الصينية وندخلو للفرن على 180 درجة حتى وين يطيب ويحمر الشكل تاعو ولا اللون تاعو كامل، يولي احمر من الفوق. راح تاخد لنا تقريبا 40 حتى 45 دقيقة على حسب الفرن تاعكم. قبل ما ندخلو للفرن راح ندهنو بكمية لاباس بها تاع السمن، هي اللي راح تساعد باش نتحصلو على هذاك اللون الذهبي من الفوق. وهذا هو اللون اللي تحصلنا عليه. هذه هي خبزة القطايف تاعنا، راهي طيبة. نروحو ديراكتومون نسقيوها بالشربات اللي خدمناها مع بعض. كيما قلنا الشربات تاعنا لازم تكون باردة، والقطايف تاعنا راح يكونوا سخونين، وهذا اللي راح يساعد باش الشربات تدخل حتى للقلب تاع القطايف تاعنا ويجوا مشربين حتى الداخل. وهنا بعد ما شربت مليح القطايف تاعنا، خليتها حتى وين تبرد مليح تماما باش نقدروا نديمو ليها من المول تاعها، ونروحو نديرو التزيين تاعها اللي راح يكون اختياري. كيما راكم تشوفوا هنا اللون اللي تحصلنا عليه كان بزاف شباب. والتزيين راح يكون اختياري. انا درت شويه مكسرات بهذه الطريقه مع شويه ورود مجففه، ويكون مزيج مليح تاع الالوان ويعطينا شكل شباب تانيك. واكيد كل واحد يزين بالحاجه اللي يقدر عليها ولا الحاجه اللي تعجبه اكيد. واذا عاودتوا هذه الوصفه ماذا بكم تبعتوا لي في الصفحه تاع الانستغرام هكذا باش نشارك الصور تاع الخبزات قطايف تاعكم في لي ستوري تاعي. هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه، وكانت قعدت لي شويه تاع القطايف درت بها كيف كيف خبزه بمول مدور كيما راكم تشوفوا جات مشربه ما شاء الله، والشكل تاعها تاني كان شباب. هذه هي خبزة القطايف تاعنا اللي كانت حضرناها مع بعض لنهار اليوم مع اتاي الله الله. راح يكون سهرة رمضانية ولا أروع. دوك انا نقطع لكم جزء من القطايف تاعنا، تشوفوا كيفاش يجوا من الداخل. جات فريمون خفيفة بالشربات، جات هايلة بزاف. كيما تقدروا تسلوها بالعسل العادي بلا شربات اذا حبيتوا تختصروا شوية الوقت، لكن بالشربات راح عندها ذوق مميز، اكيد راح يعجبكم. هذه هي كانت الوصفة تاعنا نهار اليوم، اللي درتها في اول يوم رمضان من هذا العام. ان شاء الله يكون بالبركة عليكم وعلينا، ومازال نزيدو نتلاقاو مع وصفات واحد اخرين طيلة الشهر الكريم. صح فطوركم، تبقوا على خير.